مساء الخير. مبروك للسيد أحمد الشرع، رئيس مؤقت للمرحلة الانتقالية في سوريا. كيف الأمور صارت؟ كيف تم الانتخاب؟ كيف تم تنصيبه؟ كيف ما رح نفوت بهالتفاصيل لأنه لاحقا رح نعرف نحن. أنا الفيديو اللي عم انشره حاليا او اللي عم سجله حاليا ما هو بهالصدد هاد. قبل ما ينصبوا السيد احمد الشرع رئيس لسوريا، ما كنا عم نحط اللوم كتير على الادارة الجديدة في سوريا، لانه ما في رئيس، حكومة انتقالية وتسيير اعمال والامور هي. بس بما انه اليوم صار في عنا رئيس للمرحلة الانتقالية لتسيير الاعمال يعني، فمن حقنا انه نعاتب اليوم نحن. على السريع ما بدي طول بالفيديو. بالنسبة لموضوع روسيا، نحن حطينا بقائمة يلي كانوا سبب بقتل وتهجير واغتصاب وتشريد الشعب السوري، يلي هن إيران، حزب الله، يعني الجهات اللي كانت داعمة للنظام البائد الفاسق، يلي هن إيران وحزب الله وإلى آخره. فأنا عتبي اليوم أتمنى الفيديو يصل ويشوفه السيد الرئيس أحمد الشرع المؤقت وياخد بالكلام بعين الاعتبار. بتمنى من قلبي إنه يوصل الفيديو هذا. فأنا بتمنى من السيد أحمد الشرع رئيس سوريا جديد إنه ياخد بعين الاعتبار روسيا. هي كانت أحد الأطراف اللي كانت داعمة لنظام الأسد لقتل الشعب السوري. فأنا اليوم بلوم عليك سيادة الرئيس أحمد الشرع، يوم اللي انت عم تحاور روسيا. انا اليوم عم لوم عليك وعم حطك بالواجهه بكونك انك صرت بمنصب الرئاسه، يعني مسؤول عن سوريا اليوم انت. فانا بتمنى انه تراجع الحسابات بالنسبه لروسيا. بتمنى هالشي هذا. روسيا كانت شريك مع الاسد بقتل الشعب السوري، هيك على ما اعتقد، وهذا الكلام بيعرفه مو بس الشعب السوري، كل العالم تقريبا بيعرفوا هذا الكلام. انا ما عم اقول قطع علاقات مع روسيا، لا، ولكن تحط لهم حد. تحط لهم حد وما يتمددوا كتير بسوريا، ولا يكون لهم املاءات عليك وعلى الشعب السوري. مع احترامنا الشديد لك سيادة الرئيس احمد الشرع. يعني ما بدنا ننسى انه كمان روسيا كانت شريكة مع الاسد بقتل السوريين، بطلعات الجوية، بالصواريخ، بالدنيا. يعني كمان قتلت وهجرت روسيا. يعني أنا اليوم لما عم تحاور روسيا أنت، عم حس حالي أنا أنه روسيا كانت هي مع الشعب السوري، مو ضد الشعب السوري. يعني عم نحس في انتقادات بالموضوع. أنا ماشي، إيران نحن لمناها، حزب الله، الناس كلها اللي شاركت مع الأسد ضد السوريين وقتل السوريين. فروسيا لازم نحطها بهالخانة مع الناس اللي نحن قيمناها بقتل الشعب السوري. فيا ريت، بتمنى منك انه تاخذ الكلام بعين الاعتبار. روسيا كانت شريك كبير لقتل الشعب السوري، وما بعرف انا يعني كيف بدي اوصل لك الرسالة، ماني عرفان، ولكن يمكن طريقة كلامي وصلت رسالتي. انا بظن بما انك ما شاء الله عليك انسان مثقف وفهمان، من طريقة كلامي وصلت رسالتي. فيا ريت تاخذنا الموضوع على عين الاعتبار، يعني بمحمل الجد يكون. روسيا لا تتفاوضوا معها كتير، انا هيك من رأيي. انا كمواطن سوري اليوم بحق لي ابدي برأيي. انا من رأيي انه روسيا يعني يكون في لها حدود بسوريا، يكون لها حدود بسوريا، يعني في سبيل ترضي الاسد ولمصالحها الشخصية، المصالح الشخصية الروسية، ولدخولها المياه الدافئة في البحر المتوسط على سوريا. رضت الأسد بكتير أمور. يوم اللي استنجد فيهم الأسد المخلوع، لبوه مباشرة، لبوه له الطلب، وكانوا عون كبير له لقتل السوريين. فيا ريت الموضوع ناخده بعين الاعتبار يعني. وبين قوسين تركيا
كمان تركيا مو حبيبة بصراحة، بغض النظر عن شو هي. تركيا مو حبيبة، يلي احتلتنا 450 سنة كسوريا وكأغلب الدول الاحتلال العثماني التركي، فما بتكون حبيبة بصراحة. يعني إلها مصالح وإلها أجندات داخلية بسوريا عم تلعب على وتر كتير حساس. يا ريت يكون اليوم يعني بصريح العبارة يكون قرارنا كسوريين من راسنا، الإملاءات تكون من راسنا، ما ناخذ توجهات من برا. وأنا بأحد الفيديوهات السابقة حكيت كلام رح أرجع كرره. نحن كسوريين إن شاء الله إيدنا بإيدك سيادة الرئيس أحمد الشرع مع الحكومة. يعني نحن عم نحط العاتق علينا شعب قبل الحكومة. نحن قبلكم إن شاء الله إيدنا بإيدكم نبني سوريا. نحن والله ما لنا بعزة حدا، والله عنا خيرات بتغرق الوطن العربي بل العالم أجمع. عنا خيرات بسوريا، فيا ريت الموضوع يتاخذ على محمل الجد. روسيا تنحط بالقائمة مع إيران وحزب الله والشركاء اللي كانوا مع الأسد بقتل الشعب السوري. وتركيا والله ما هي حبيبة، ما هي حبيبة. اليوم إذا في إملاءات من جانب تركي على السوريين يا ريت ينحط له حد هذا الشيء، يا ريت. وما بدنا ننسى إنه قبل سقوط النظام البائد، يوم كان أردوغان عم يدعي الأسد للمصالحة والأسد المخلوع كان عم يرفض. يعني لنفترض الأسد وافق واجتمع مع أردوغان، وانتم عرفانين الكلام، حكومتنا جديدة اليوم، شو كان صار فيكم بإدلب المحررة أو بالمحرر بما يسمى المحرر. يعني لو مجتمعين الأسد وأردوغان كان باعكم بلحظة. أردوغان بلحظة، مو كان باعكم، هو بايعكم، عم يستنى الأسد ليوافق ويسلموا كل شيء. فوالله مو حبيبة تركيا. يا ريت الكلام يتاخذ على محمل الجد وتكون مصالح بلدنا وشعبنا على رأس القائمة، لحتى ما يكون في حدا له علينا جميلة. أنا سبق وحكيت الكلام، يكون القرار إلنا نحن، ما يكون في حدا له يعني يجي يساعدنا من مكان في سبب يعني لغاية بنفس يعقوب كما يقال. ف إن شاء الله ربي يوفق سيادة الرئيس أحمد الشرع لما فيه خير البلاد والعباد، وربي يحقق لنا أملنا فيه من بعد رب العالمين، وربي يوفقه لقيادة البلد. إن شاء الله سوريا الأحسن. يسعد مساكم.